1 2 3. افعلها يا ناس، افعلها يا سيدي الناس يا اللي مالكش سيد ناس، افعلها بقى ورينا الرجوله، ورينا النفع. فكرة التحدي بتاع النهارده طرطشة الطرطشة. المفروض ان احنا ناويين ان احنا رابطين حبل على حمام السباحة بطول حمام السباحة كله، والمفروض ان احنا هنشوف مين مننا اللي هيقدر ان هو يعدي الحبل ده بالادوات المساعدة اللي احنا المفروض هنستخدمها في الفيديو النهارده، اللي فيه منها جوانتي بتاع البوكس اللي هو بيتلعب بيه بوكس، في شماعة اللي هو زي اللعب الاونلاين اللي هو بيتشعلق الشماعة ويعدي الناحية التانية بالحبل، وادوات تانية هتشوفوها في الفيديو. والمفروض ان اللي هيكسب التحدي ده هياخد شنطة فيها مفاجأة. اهم حاجة لو انتوا تتفرجوا على الفيديو مش عاملين سبسكرايب، تدوسوا سبسكرايب، تشتركوا في القناة، تنضموا للناس بالعيلة في اليوتيوب عيلة الشرقية، واعملوا لايك للفيديو ده. يلا اوريكم المتسابقين. المفروض ان احنا معانا المتسابق الاول وهو عم احمد العضلات. طبعا عم احمد هو الرقم واحد. ده القتال ده. عم احمد هيطلع دلوقتي يورينا الشقلباظات. قول لهم عم وريهم عضلات بس. قول لهم عم انت هتعمل ايه؟ بس كفايه يا عم احمد. عم احمد هيبهدل الدنيا. انا كمان مضيع. تقول لهم انت هتطلع تعمل دلوقتي، هتعدي البتاع دي ازاي؟ بهلوانات. هشتغل شغل بهلوانات. وكمان معانا في الفيديو النهارده احمد شوقي يا حبيبي ابو عز. طبعا ابو عز ما تفكروش ان هو اتجوز فعجز وبقى هلس، لا 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 لا. ده لسه الجواز ده بداية الشقاوة، بداية الشقاوة لسه. ويا جدعان كل اللي بيحب ابو عز دي لسه أول جوازة، ده أول جوازة. كل يوم ابو كده عز ابو عز مش هتدخله الفيديو النهارده. المفروض ان احنا معانا كمان في الفيديو النهارده طازه. حبايبنا انتوا عارفين السباحه يعني ملعب عيب طازه. عليك يا سيدي الناس يا اللي مالكش سيد ناس، ده انا هبهركم النهارده. المتسابق الاخير واقوى واحد فينا واحدث واحد فينا فنانيسو. احنا خدنا فنانيسو مره معانا تحدي حمام السباحه، فقلنا نجيبه معانا تاني. وانتظروا بقى اقوى مهرجان هينزل الفتره اللي جايه، مهرجان الشوارجيه. مهرجان ايه؟ ومهرجان كمان فنانيسو هيغني فيه، ومهرجان طازه بيغني فيه لاول مره. حبايبنا بقى تسمعوا صوتي. حتة بس هنعمل صوت قسم من المغرب، هنقعدوا على الرصيف. شوارجيه ادرجيه مطرطشين. خلاص كده حلقه تحرق المهرجان يا جدعان. انتظروا اقوى مهرجان للشوارجيه، الجزء الجديد اللي هيطرطش الدنيا. عشان هيموت الجزء الجديد بتاع العيد. دلوقتي بقى المفروض وعيد ان احنا سعيد يا اخوات. هنعمل التحدي ده من الكبير للصغير، فهنبتدي باكبر واحد فينا وهو الحاج ابو احمد زرطه. عم الدنيا. احمد زرطه اقوى زرطه في مصر. نفسك عم احمد. بص يا عم احمد دلوقتي عايزك تضرب المايوه وتنسى الدنيا مزمز برنده. حبيبي يا ريس. حبيبي يا معلم. يلا يا عم احمد جاهز. هتعمل ايه يا عم احمد؟ هفرتك الدنيا. عايز فردك الدنيا يا عم احمد. هيطرش من الترشمون. يلا بينا نضرب المايوه بقى. انت مش هشوف ولا هتعمل قد كده؟ مش تحدي كده. طبعا عم احمد ولا محتاج مايوه. لا بجد مش تحدي كده. لا يا باشا البس المايوه. ومش هنبل. ومش هتتبل. وهنزل وهغطس ومش هنبل. طب يلا يا عم احمد ورينا يلا. اوعى الاسد. الملك الاسد فك. الاسد فك. هو هيولع الدنيا يا جدعان. المفروض ان هو هيعدي حمام السباحه من فوق لتحت. انت متاكد يا عم احمد؟ انت ما قلعتش؟ متاكد ان انت هتعدي؟ متأكد. ودلوقتي دور عم احمد زرطه. اسد. اسد اللهم حسد. عم احمد زرطه هيولع. اسد هتلاقي ماشي. ازرق واحد في نفسي. يا عم واقفين على امك. بص يا عم احمد المفروض انت معاك 4 ادوات ايوه. تعدي بيهم على الحبل. عادي بالمنش. تعدي المانش. لو البحر المالح. ماشي. طب واثق من نفسك. ايوه. ماشي دلوقتي معاك 4 ادوات. هي الشماعه دي. الشماعه. طب يلا. الشماعه دي. طب يلا. هحطها في الحبل. طب يلا. هنزل عليك. يلا هاتها معاك بقى. هاتها يلا بينا نطلع بيها فوق. اوعى كده هتحدى. عم احمد الاصلي. اتحدى المستحيل. ايه؟ هتحدى المستحيل واعوم. يا عم احمد يلا انطلق. بص المسافه قد ايه؟ بص المسافه. يلا. يا عم احمد جاهز هتنط؟ يلا يا اداره. يلا يا عم احمد توكل على الله. استنى شويه كده. ايه؟ اوعى استنى شويه عشان هعوم. ايه؟ يلا شد عضل. ايه؟ يلا شد عضل. شد عضل. بكفي. شد عضل انت عملت حاجه عشان يجي لك شد عضل؟ مش عارف. يعني هتعمل ايه دلوقتي؟ يلا هتبقى هنفكولك؟ مش عارف هكمل ولا لا. مش عارف ايه؟ هكمل. يعني هتنزل ولا مش هتنزل لا دلوقتي؟ مش هنزل. مش هتنزل؟ دلوقتي لا. امال ايه اللي هعدي المانش؟ خلي واحد بقى متسابق غيري. انا افك العضله دي. خلي مين؟ خلي يلا نخش على المتسابق التاني على طول. ودلوقتي يا جدعان هنخش على تاني اكبر واحد. احنا بناخد من الكبير للصغير. دلوقتي هنخش على ابو عز العسل. اوسم واحد في الشوارع. يعني كرشه. اشجع واحد في الشوارع
اشيك واحد في الشرقيه واحلى ابو عز. دلوقتي ابو عز طبعا انتوا عارفين ان هو قبل كده كان نط على كوبري ستانلي وله نطات كتير في المواهب الميه، فهو قلبه جريء. يا جاهز ابو عز؟ هتختار ايه؟ تختار سلاح ايه؟ اما اروح اشوف. طيب طب تعالى ماشي. يا معلمه اوريك الادوات يا سيدي الناس يلا مالكش في الناس. امشي على هادي يا ريس يلا مالكش ريس. المعلمه اللي ملوش معلمه. دلوقتي ابو شواريتو هتختار ايه؟ معاك 3 حاجات عشان تبقى انت فاهم. اول واحده دي المفروض ان هو بيقعد عليها، يعني بيعدي عليها قاعد، بيمسك من هنا. بصوا دي بتمسك في الحبل، امسك دي كده وعندك ادري يا معلمه ماشي. ودي دي كل واحده منهم كده بتمسك طرف ويبقى ايه بيعدي وهو قاعد. وفي الثانيه اللي هي الكوانتيات، الكوانتيات دي عشان تمسك بايدك ماشي، عشان ايدك ما توجعش ايدك ما يا تتعورش. واخر حاجه انت فاهم اخر حاجه دي بقى، دي بتمسك بايد واحده او بالايدين الاثنين، ودي بتتعلق في الحبل بقى. وتروح واخد الحبل دي ده اللي بيودي. دي تاخد دي ده اللي بيعتمد. يلا بينا. يلا ابو عز. خد يا ابو عز يلا ابو عز. ابو عز العسل. يلا محدش يعرف يقرب معاك اكتر من كده. قلب القعده يا جدعان. بص ساعتها يلا 1 2 3 وسيب على طول. لا مش هينفع من هنا، لازم اقرب منها شويه. طيب قرب زي ما انت عايز زي ما تحب. نزلت كل الوزن ده اصلا مره واحده كده خلاص. طب يلا انت شوف ايه الطريقه الحل. المهم اقول 1 2 3 ولا عايز تشجيعه؟ يعني تشجيع. تشجعك. ابو عز يعني ايوه ماشي. يلا يا جدعان يلا يا جدعان يلا يا جدعان تشجيع الراجل ده. ابو عز يلا حاسس البتاعه دي هتقع فينا دلوقتي في حمام السباحه كلها تقلب بينا. يلا ابو عز اتهور. يلا يا معلمه يلا. بص ايه بقى قلب القاعد. البتاع اللي المفروض يمسكها بعد. اجيبها ازاي بقى؟ بقول لك كده بص. يلا يا ابو عز بقى انت ما تجيبش ورا بقى كده يا عمي نعم. افعلوا يلا. افعلوا يا ابن اللعيبه. هيفعلها ابو عز وعز هيفرح وهو بيتفرج عليه. يلا اهو يلا 1 2 3. هيعدي يلا ابو عز. بقول لك اعمل انت اول. اعمل انت الاول يا عم، انت قلت تضحك هتخلص. اعمل انت الاول. ايه يا ابني في يا ابني؟ انت الاول يا عم. اعمل انت الاول. لا مين اللي قال اعملها؟ في حد قال اعملها؟ مين اللي قال اعملها من هنا؟ انت؟ تعال اطلع اتفرج. هو قاعد من بدري اصلا عمال يراقب الموقف من بعيد. احنا دلوقتي هنتفرج. هو بقى ايه الحوار؟ من المفترض ان انت تعدي من هنا للناحيه الثانيه. احنا كده في عدد بدا. بص بقينا 4 واقفين على البتاعه دي واحمد ابو عز معانا. يا عم. يلا عدلك. يلا الابياري 1 2 3. ازاي؟ ايه ده؟ جريت والله جامد. بس في حاجه غلط حصلت. انا حسيت ان الحبل نزل صح؟ لا لا بس عاش مروان. انت شفت بتعمل ازاي؟ عرفت. شوف اتفرج. طبعا يا جدعان احنا عايزين نحيي الابياري العسل اللي رفع راسنا يا عمر واعرف ان مفيش مستحيل. اخويا احلى ابياري في الدنيا المطرطش القلب الميت الابياري. دلوقتي بقى نخش على القلب الميت الطازه. هو ده. ده بيسالني بيقول لي هو طازه بيعرف يعوم. انت عارف طازه ده معاه كام عومه؟ نازل النهارده تصور اصلا. مزور ايه بس سيب دي. انا نازل النهارده انصر معجزه يا عمو. يا عمو ايه رايك يا سيد عمو؟ دلوقتي يا جدعان الاسطوره بتاعتي والله ما اعرف. بص بطاطي ايه القرف. يلا يلا يا ابني جايب لك كرسي. ده انا جايب لك والله ما كرسي هعرف يا عم. انت لو جبت لي حتى طياره مش هعرف اقيس. يا ابني فيه فلوس. انا نفسي اكون غني بس انا برضه مش هعرف. انت لسه بتجيلي في حتت كده بقى انا ايه مش شايف نفسي فيه على الدغري. يعني لسه مش لازم اقولها لك في لفظ كده خارج. انا لو نطقته الناس هتفكرني هتشوفني ايه لا قول انا واحد. لسه انا في الحته دي مش ما ببقاش ماسك نفسي كده صباح الفل. يعني ايه مش فاهم؟ مش هعرف والله. يعني ايه قول اللفظ ما انا مش فاهم. يعني اول حرف منه بقى انت قصدك ان انت هلس يعني؟ لا يا ريتها جت على قد كده عشان بس الناس ما تفكرش يعني. اكبر. انت هلس. لا عيب عشان اليوتيوب يا جدعان. كنا على الفيديو اللي قبل اللي فات طلعنا معانا فنانيس. حد اداله زقه كده بس الفيديو خد على صفحه. انا اللي زقته بس عادي. فانا خلاص قررنا ان احنا ما تجيش على نحترمه. سكتك. طب انا قلت لك اطلع فوق تعملها هتعملها؟ مش عيب عليك؟ هتعملها فنانوسه احلف. طب اعملها كده. اعملها. انا قلت له اطلع نط هينط وانت مش عايز تنط. يا لسه انا في الحته دي مش لعبتي. انت عارف لعبتي فين؟ ايه؟ والله العظيم يا جدعان ما بهزر. بص الطازه انا ماليش فيه. انا دلوقتي الفيديو هيبوظ. الفيديو هيبوظ. ليه هيبوظ بس؟ ادوله عشان المفروض في حد يطلع يتزحلق. في حد لازم يتزحلق يا عم. في حد لازم يتزحلق. انا لسه مش عارف. ما تصرف والله ما عارف. اتصرف انت فاهم ان انا الحاجات دي يا عم انا اتصرف. عندي دي تلفش في الحاجات العاليه. اتصرف. سلوكه على حبيب اخوه. كنت تعال سولو مساعد اسلام على بعض دلوقتي. تعال عايزك تروح. بقول لك يا سولو مع السلامه. حبيتك من اول ما شفتك. خلي بالك ايش كده يا ريس. فتنس وكتاب الله.
حبيتها في الساعه 10. فانت دلوقتي هتنزل بس كده عشان لسه كاشف امبارح. الدكتور قال لي عشان عندي برد سخونيه وكل شويه بلف فوق. تعالى اجيب لك ده دواء تعالى بس دلوقتي يعني. بما ان انت هتخش مكانه انت المفروض في حاجتين تختار منهم. بص دلوقتي يا عم اسلام اخويا حرحور. انت دلوقتي يا عم اسلام معاك حاجتين تختار ما بين 3 حاجات تعدي بيهم على الحبل. مش انت فهمت الفكره؟ ها هتختار ايه؟ دي؟ متاكد؟ يلا بينا. طبعا احنا دلوقتي لاول مره نجرب الجهاز اللي معانا ده، يعني احنا دلوقتي حالا بنستكشفه. هنجرب في اسلام، كنت عايز اجرب في طازه مننا وعلينا. انا هراهن على السيد عمر من جنيه المليون اللي هو الوحيد اللي فينا اللي هيعملها من جنيه المليون. يلا طازه قرب شجع راجل داخل بدالك. علامة الجو يا ده حرحور براحتك، عايز تمسك براحتك اللي انت عايزه. احبك من اول ما شفتك النهارده، لسه شايفك النهارده وحبيتك. حرحور يا ولد جاهز؟ حرحور 1 2 3 جو. يلا حرحور 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 حرحور. حرحور طلع مش نافع. انا الوحيد اللي كنت هبقى نافع بس لولا الاصابه اللي جالي في بطني في رجلي ما كان. خد بالك عايزه حد خفيف وزنه خفيف، يعني مش عايزه حد. احنا دلوقتي هنحاول ان احنا نشد الحبل يبقى شادد ونحاول اوزان خفيفه. بصوا يا جدعان انا هنزل وانا خفيف جدا يا جدعان. يا جدعان وانا هنزل بس اغرق بس. انا بس خايف على حاجه، ان هو الفيديو اللي طلع فيه ادى علامه صفراء، فخايف يطلع تاني بخدوده دي يدينا علامه صفراء. بس هنجرب نعمل له حاجه امان 100%. طب صايع كيك بوكس قديم. صايع كده كيك بوكس قديم بعمل كده. اديله بقى دلوقتي بتأمن دلوقتي. دي طازه ايه؟ اوعى العلامات الصفراء طازه، سيبه يضربك. يعني ايه يعني وانا قلت يلا جاهز؟ المفروض ان احنا يا جدعان معانا منقذ برضه عشان يبقى بالامان 100%، وهنجرب نشوف فنانيس هيعمل ايه. بس عليكم بقى الاوتفيت بتاعتي ده. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا معانا كابتن سامي عن الانقاذ كله، يعني فنانيس لو نزل لو 100 متر تحت كابتن سامي هيجيبه في مينيت. صح يا كابتن؟ حبيبي تسلم. معاكم مصارع فنانيس وبلانكو وفلوس بالكم في البانكو. مع ان انا بخاف من المدفعات بس كل ده بس باجل الشوارعية. ايوه فنانيس يلا. فنانيسو الكوتش معاك اهو عشان علامات الصفراء. طبعا احنا معاك كابتن تحت الميه مستنيه. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. افتكروني. ماشي يلا فنانيس 1 2 3. والله العظيم الواد ده قلبه ميت اكتر من احمد شاور ويوسف طازه. الواد ده فيه موهبه. ايه احساسك يا فنانيس؟ طازه تستني. حسيت بايه بقى؟ حسيت باور حسيت بايه وانت بتقع؟ حسيت انها واقع من برج 90 دور. من برج ايفل. يا جدعان عايزكم تفتكروا ان هو قبل ما يعمل اي حاجه قال من اجل الشوارجيه، عشان كده عايز الشوارجيه يدرمغوا الفيديو ده لايكات عشان خاطر عيون فنانيس. دلوقتي بقى اطلع انا بالشماعه اخر سلاح. اقول لكم ايه؟ ده الوحش اللي ما بيريحش وعلى الله ان شاء الله. اخويا لسه هيعملها يعني هيعملها. اخويا لسه يا عم اخويا لسه. ودلوقتي الدور جه عليا عشان خلاص لسه قاعد يقول لي انت ششله ولا اس مش ششله. وهطلع دلوقتي اوريك لا اثبتها وهنفذها وهتشوف يا اس القلب اللي قاعد هعمل ايه. دلوقتي الدور على القلب الجبار، القلب الميت، الوحش اللي ما بيريحش، المطرطش، الفجر، القادر، عمر شاور. اكيد مش انا يا جدعان. خش يا سيدي الاسود بيهم يا سيدي بس ان شاء الله باذن الله تعدي. الشماعه دي موتراني شويه بس ان شاء الله كله متامن 100% وسيفتي 100%. ما عارفين تقلقوش. الشماعه دي هتعدي الاس ليه؟ عشان الشماعه دي كان بيبقى عليها افجر برش في المجره في محلات سيلفستور. دلوقتي لسه هيعدي من عليها. هتلاقوا اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن كلها. هيعدي عليها ازاي الوحش اللي هم يعني محدش عارف يعمله. انا ان شاء الله هحاول ان انا اعمله. اتفرج 1 2 3. افعلها يا ناس، افعلها يا سيدي الناس يا اللي مالكش سيد ناس. افعلها بقى ورينا الرجوله، ورينا اللفه. البتاع اتكسرت يا جدعان. والله كنت هعملها ما كنتش هسيب. انا فضلت ماسك الاثنين ده. شاب اللي عصب بالسكر. طب استنى يا جدعان معلش يا جدعان هعمل لها محاوله ثانيه. هعمل لها بارت 2 من غير الشماعه. الحاجه ما بتتكسرش عشان نفسي اجربها ان انا اتحرك بيها. بس معلش اخر حاجه عايز اقول حاجه احنا فينا عصب بس مش نص عصب. ايه يا فنانيس؟ لو ناوي خليك في العكاوي. ابعتها له في وشه، ابعتها له فنانيسو. دلوقتي يا جدعان المحاوله الثانيه هنجرب بدي حديد. الثانيه كانت خشب ما نفعتش فهنجرب بدي عشان نفسي الصراحه اجرب الاحساس. انتوا تحسوا جواه غل ومش
هيحل غير ما يعمل. يلا يلا يا اس يلا يا اس يلا يا اس. ان شاء الله هوصل للناحيه الثانيه ان شاء الله. 1 2 3 طبعا يا جدعان زي ما شفتوا التحدي مفيش حد عرف يعمله للنهايه ان حد يوصل للناحيه الثانيه، بس طبعا زي ما بنعمل تحديات بتنجح وتحديات بتفشل، فالتحدي ده مفيش حد يعتبر كسبه. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفكم الفيديو الجاي. سلام. شورقية أدرقية مطرطشين طنطاوية